سمعت قبل كده قصة الطفل المسلم اللي فرنسا حولته لكلب وقرد؟ سنة 1762 ضابط بريطاني أهدى لملك فرنسا لويس الخامس طفل بنجلاديشي اسمه زامور، فلويس الخامس أخذ الطفل وقام بإهدائه لعشيقته واللي اسمها دوباري، وقال للخدم لازم يربطوا الطفل بسلسلة ويضعوه في صندوق لأن عشيقته بتحب الكلاب والقرود. عشيقته لما كانت مثلا بتتمشى في الحديقة كانت بتجر زامور من السلسلة وجعلته يقلد كل الحيوانات على مر السنين. بس لما قامت الثورة الفرنسية دخل الثوار قصر دوباري واخذوا ذهبها وحكموا عليها بالاعدام. اما زامور ساعدوه واشتروا له شقة في باريس وعاش فيها حتى توفى سنة 1820. القصة دي معروفة ومشهورة جدا في فرنسا، وانا اتكلمت عنها لانهم بيصوروا فيلم القصة زامور السنة دي. في الفيلم زيفوا كل الحقائق وانهم كانوا بيعاملوا زامور بطريقة كويسة وكده.